مستمعي الجزائرية للصحافة، أهلا بكم. أكد شباب بلوزداد أحقيته بثوب بطل الجزائر إثر تتويجه بالكأس الممتازة ضد اتحاد الجزائر بواقع هدفين لهدف واحد في ديربي عاصمي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، الذي احتضن الطبعة 13 لهذه المنافسة. وفي موضوع آخر، وقعت هزة أرضية قوتها 5.0 درجة بمقياس سلم الريشتر اليوم الأحد على الساعة 4:53 بولاية سكيكدا، حسب ما أعلنه مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له. وأوضح نفس المصدر أن مركز الهزة الأرضية حدد على بعد 12 كيلومتر جنوب غربي الحروش ولاية سكيكدا. كما وقعت هزة أرضية أخرى قوتها 3.9 درجة بمقياس سلم الريشتر على الساعة 6:17 حسب ما أعلنه مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له. أما دوليا، في جنيف انتخبت الجزائر بإجماع وضوح في لجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لعهدة عامين من 2021 و2022. وجرت الانتخابات خلال أشغال الجمعية 18 للدول الأطراف لاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد التي عقدت في الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري. أكد عبد العزيز جراد أن غلق المدارس غير وارد، لأن معظم دول العالم لم تقم بغلق المدارس، ويجب على الأسرة التربوية باحترام البروتوكول الصحي. كنت معكم أنا ياس بوغاتا، في أمان الله.